والله وحشتوني بجد، ولمتنا دي وحشتني قوي. عاملين ايه؟ وانت كمان يا قلبي وحشتينا قوي. على فكرة اللمة دي لازم تتكرر كل اسبوع، ما ينفعش كل فترة كده، لا احنا لازم يبقى لنا يوم نقعد فيه مع بعض. صح كلامك فعلا، احنا لازم نقعد كلنا قعدة حلوة كده كل اسبوع نتكلم فيه ونقول كل اللي في قلبنا. ايوه يا ريت، وانا كمان عندي كلام كتير عايزه اقوله. اسكتوا، مش النهارده جوزي كان قاعد اجازه وانا عملت فيه حته مقلب. هقوله لكم دلوقتي. احكي قولي يا حبيبتي، احكي وفضفاضي. النهارده يا حبيبتي بعد ما خلصت شغل البيت كله كنت قاعده بتفرج على فيلم رومانسي، انما ايه، وكنت قاعده كده ومستكنيسه مع نفسي كده. امل بايه حبكت معاه لازم يتفرج على الماتش. حبكت على الماتش يا اختي، وانا مرضتش وصممت ان انا اتفرج على الفيلم بتاعي واكمله. قلت له لما يخلص الفيلم ابقى اتفرج على الماتش اللي انت عايزه. قال لي الوقت والبث المباشر، واصل هيعدي الماتش، واصل هنخسر، وانا اهلاوي حديد ومش فاهمه ايه، وانت عارفه انا ماليش في الكوره. ها وبعدين ايه اللي حصل؟ طبعا هو فاكر انه هيغفلني، لكن انا عارفه كل حاجه. اول ما رفضت ان اقلب على الفيلم وان يجيب الماتش راح خارج بره، معرفش خرج قد ايه كده، حاجه دقيقتين 3 كده، وقام النور قطع. طبعا شد سكينة الكهرباء. تفتكروا بقى اعمل انا ايه؟ طبعا هو اللي شدها. ده انا جوزي بيعمل فيه عمايل لو قلتها لك تستغربي. عارفه، علشان كده قلت لك انه كان فاهم انه بيغفلني، لان انا كنت فاهمه هو بيعمل ايه. المهم انا عملت ايه بقى؟ عملت نفسي ان انا مصدقه ان النور قطع، ودخلت اوضتي، بس بعد ما غيرت حجاره الريموت وحطيت مكانها حجاره فاضيه. طبعا هو بعد كده راح رجع النور تاني بعد ما انا دخلت جوه، رجع سكينة الكهرباء مكانها، وقعد بقى فرحان بقى انه هيشغل الماتش. جه يشغل ما لقاش حاجه بتشتغل، التلفزيون مش راضي يشتغل والريموت مش راضي يشتغل، الحجاره فاضيه بقى. ورحت انا بعدها شد سكينة الكهرباء تاني وقطع النور، وهو زهق وراح ينام وانا اتفرجت على الفيلم. بس هو نام بجد وصحي الصبح قال لي يا بركه يا بركه يا اللي الريموت ما بيشتغلش غير في ايدك. انا اسف، انا امبارح قطعت عليك النور وكنت عايز اتفرج على الماتش بس ما اشتغلش من ساعتها الريموت، هو مش عارف ان انا مبدلها بحاجه فاضيه. يا بنت اللذينه، والله برافو عليك، عرفت ترد عليه. طبعا ما هي انصح منك يا خايبه، يا اللي اكتشفت ان جوزك بيخونك من بتاع الدليفري. هو انا يعني سبته؟ ده انا رحت وجرجرته من شعره من عندها وجبتها هي سحلت بيها الارض كلها، وانت فاكره اني سكت يعني؟ دليفري ايه؟ لا انا ما اعرفش الحكايه دي. انا اقولك، في يوم كده كانت يعني متصافيه كده مع جوزها وقاعدين قاعده حلوه كده، وهي بكل براءه تقول له ممكن يا حبيبي نطلب كباب وكفته النهارده؟ اصلا ماليش نفسي اطبخ. قال لها مالي يا حبيبتي نطلب مفيش مشكله. صدق المحن بتاعها. المهم قام اداها تليفونه تطلب منه، طلبته. بعد ما طلبت الاوردر قال لها يا فندم، هي الحته دي بقى القاضيه ممكن على رأي بتوع الكوره بما ان جوزك يعني من مجانينها. المهم راح الراجل قال لها نبعتها يا فندم على العنوان اللي في المقطم ولا اللي في المعادي؟ طبعا هي ساكنه في المعادي. قال لا على عنوان المقطم، بس لو سمحت ممكن تقولي العنوان ايه بالظبط عشان اتاكد يعني انك كاتب العنوان صح. راح قال لها العنوان اللي في المقطم. وراح اتطبع عليه هناك لقاها بوشه كده. يا بنت اللذينه، ده انت حظك بوم. دي ده يمكن حد يكتشفها. طب والله فكره، طب انا النهارده هتصل من تليفون جوزي، هتصل منه على اي مطعم بتاع اكل، ولا اقول لك هتصل منه من المطاعم اللي هو بيحب يجيب منها. لا يا حبيبتي مش كلهم بيغلطوا الغلطة دي، ما انا عندي جوزي متنايل على عينه، ما انا قفشته مع 2 قبل كده ومش مسجل غير عنواني انا بس مع بتوع الدليفري. طب هو انا اعمل ايه لو عايزة اكتشف يعني ان جوزي بيخوني؟ انا اقولك، انا هديكي رسالة كده معينة، تقومي تعملي اي اكاونت فيسبوك فيك من الفيك اللي بيعملوه ده، وتبعتيله رسالة على الاكاونت بتاعه وتقولوا له ابعت لي الرسالة دي لو انا حبيبتك، اما اشوف هتبعت لي انا ولا تبعت لحد غيري. ماشي هجربها، بس ما حلتليش انا المشكله. اعمل ايه انا في ابن المجنون ده اللي كل شويه الاقيه مع واحده؟ احل مشكلتي ازاي انا في الراجل ده؟ عندك سطور؟ عندي. ايه ده؟ بس ده ايه علاقته؟
ايه يا بنت انت ما فهمتيش؟ هي بتلقح مش قصدها يعني، هي قصدها يعني قصدها بتقولك على الفيلم بتاع المرأة والسطور، يعني لما قطعت جوزها بالسطور يعني. بصوا انتوا الاتنين، عموما انا عملت خطة وهننفذها كلنا عشان نعرف اذا كانوا بيخونونا ولا لأ. اتفقنا؟ ماشي اتفقنا.